طيب يا جدعان هنحكي موقف كده حصل معي من اسبوعين كده. المهم انا بحكيه عشان حصل موقف كده غريب امبارح كده يعني، فاللي هو ايه، لا في حاجه غلط، في حاجه غلط بجد يعني. المهم يا جماعه، جات لي زي كده واحده قالت لي بص انا مش من هنا، يعني ست مش كبيره ومش صغيره يعني. قالت لي انا مش من هنا والمحفظه وقعت مني وعايز اكمل الفلوس عشان اسافر. مش شرط اقول هي من فين يعني. المهم اديتها اللي في النصيب يعني، اللي ربنا كاتبه. لو قلت يا عم اساعد، واللي عند ربنا ايه ما بيروحش عادي يعني. ده اللي بالعكس، اللي بيطلع لله بيزيد، ربنا بيزيد اضعاف. المهم انا ما قلت ايه، الموضوع عادي والدنيا تمام. نيجي يا باشا بعدها ايه، باربع ايام بالظبط راحت جات لي تاني. راحت قالت لي معلش يا ولدي، وانا قلت لها يا حاجه مش انت قلت يا عايزه الموضوع، عايزه كذا كذا عشان تسافري، وانا اديتهم لك عشان تسافري وما تحتاجيش لحد، ولا تروح يمين ولا تروح شمال، واديتك زياده كمان. ازاي يا بعد اربع ايام؟ قالت يا ولدي ما الدنيا ومش الدنيا. قلت يا عم ايه، اديها، ده اللي في النصيب، واللي عند ربنا برضه ما بيروحش. بس برضه انا إيه استغربت الموقف، استغربت الموضوع والموقف. المهم عدى اسبوع على الحوار ده، راح جت لي امبارح، راح قالت يا ولدي انا عايزه كذا. قلت لها بص يا حاجه، انا قلتي عايزه اسافر اديتك، قلتي جيت لي مره تانية، بس المره دي انا مش هديك حاجه، توكل على الله وربنا يصلح حالك. تمام. راح قالت يا ولدي طب هقول لك حاجه. قلت لها قولي. راح قالت لي انا بص يعني خلي لي يعني اجي لك كل شهر، اجي لك كل شهر تدي تعمل لي مرتب يعني، تديني كل شهر اللي فيه النصيب. طب ده انا عايز اللي يصرف عليها يا حاج. انا ده عايزه مرتب يا جدعان يعني، جاي على مرتب شهري. بحس ان انا بقبض بالدولار، ده انا بقبض مرتب وعليه شويه قش. والله العظيم. بالله عليكم ارحمونا يعني، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.